السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. بنلقاكم هذا لا فيديو باحسن الاحوال. اش كتعاودوا اختي؟ كي دوزتوا هذا العيد؟ عاودوا لي اختي كي دايرين الاجواء عندكم؟ نشطوا، خرجتوا، فوجتوا؟ كي دوزتوا اختي النهار ديال العيد؟ جمعت العائلات، جمعوا الحباب. صراحه في هذه الاعياد يعني راه احسن حاجه كتكون هي ديك اللمه ديال العائله، هذاك الجو اللي كيكون وسط العائله. كاينين الناس اللي مساكن كيقطعوا طرقان وكيقطعوا البحور باش يجيو يدوزوا مع العائلات ديالهم هاد الاجواء ديال العيد ويفرحوا معاهم ويدوزوا نهار زوين. ايوا خصو كاينين الناس اللي كيكونوا غير قراب وما كيزوروش بعضياتهم، قاطعين صله الرحيم. ايوا اختي ما عندنا ما نقول لهم الله يهدي كل واحد، الله يهديه على راسو اختي. الحمد لله حنا صافيين مع كل شيء، ما عندنا اشكال مع حتى شي واحد. كل واحد الله يعاونو، كل واحد الله يسر ليه في داكشي اللي كيبغي. غير حاجه وحده ما كتبغيش داك الانسان يدخل شي واحد وسط منكم اللي يشتت لك داك الشمل ويشتت هذيك العائله ويشتت داك التجمع اللي كان كيفاش كنا وكيفاش ولينا صراحه. وحاجه اخرى عاوتاني عرفتي راه فاش كيكونوا الوالدين وبالخصوص فاش يكون الاب راه هو كل شيء. الاب هو ديك الساس ديال الدار، هو ديك الساري، ديك البودره اللي كتكون هازه داك الدار. راه هكاك الاب كيكون. وفاش كيمشي الاب راه بطبيعه الحال كيمشي معاه كل شيء. كل واحد كيولي يجرر راسو، كل واحد صافي كيولي كيشوف غير دارو ووليداتو، ما كيبقاش كاع يخمم في والديه، يخمم في الام. كاين اللي كاع كينسى والديه، كاين اللي صافي كيقطع علاقته بخوتو، كاين اللي كل واحد الله يهديه على راسو. كل واحد هادي تحاسب مع اللي خلقو. المهم حنا واخا نعيا ونهضروا في هذا الموضوع، كاينين مساكن بنات اللي كنت دخلت البارح في واحد الفيديو شفتو في تيك توك والله العظيم، وحده كتقول لهم بانها خواتاتها يعني قراب لبعضياتهم، ما بيناتهم حتى شي حاجه، ما بيناتهم حتى الطاكسي ما كاينش بيناتهم، غير على رجليهم يجيو عندها. قالت لهم وما جا عندي حتى شي حد، ما زارني حتى شي حد في هذا العيد. الصراحه صعيب، احساس صعيب 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 انك تكوني كاينه في واحد المدينه اللي مجموعين فيها عائلتك كامله وحتى شي حد ما يجي عندك، حتى شي حد ما يقرب لك، حتى شي حد ما يوصلك، حتى شي واحد اللي ما يتصل بك حتى في التليفون. اختي راه الصراحه راه صعيبه والله العظيم. المهم البنات في هذا الفيديو هذا والله البنات عرفتي انا منين حليت عيني هذا النهار تقريبا راني فقت هذا النهار شويه بكري. اختي وليت كنتعود انني نفيق شويه بكري، ما نبقاش اختي غادي على داك السيستيم ديال رمضان. حيت بصح البنات والله العظيم رمضان كنديو كيدي معنا الصهير. عرفتي راه كنوليو كيتخربق لينا النعاس، ما كتبغيش نعس بالليل، ما كنقدرش نعس بكري. عاوتاني الماكله ما بنهار، انا دابا والله العظيم ما متعودش على الماكله ديال النهار. ما قديتش اليوم نتغدى، ما قديتش نفطر، ما عرفتش، ما قداش كنحس براسي بحال الا شي وحده اللي ما قاداش تاكل. وبالليل سبحان الله بالليل عاد كتحل ليا الشهيه، كنولي باغا ناكل، كنولي اختي باغا صافي يعني. بنهار راه كتلقيني غير شاده واحد الركنه ولا جالسه ولا باغا ندخل الكوزينه ولا باغا ندير هادي. هذاكشي باش استغليت هذا النهار اليوم وقلت غادي نخمل اختي، غادي نضرب بواحد التخميله لبيتي وبيت ديال يانيس. صراحه راه كنت خملت تقريبا، ماشي خملت انا دابا، انا راه غير درت ديك سهامات الموت خلاتها ماما غير هكذا جمعت وست الغبره ومسحت البيت، يعني ما سيقتش. اما التخميله راه هي اللي كنهز الناموسيه، كنخرجها على برا تشماش كنجمع البيت كامل. كاين فاق من الناس، كالناس يلا فاق من الناس يعني المهم البنات المهم جففت البيت، حيت هاد الزرابي كلشي طلعتهم للسطح، تشمشوا، شست البيت كامل، مسحت الغبره، مسحت المرايات، مسحت كلشي. المهم هاد النهار هذا بديت ببيتي وهاد البيت هذا. ايوا اختي وانا نمشي للكوزينه قلت زعما غادي نغسل داكشي اللي فوق البوطاجي، حيت اصلا الكوزينه انا ديالي ديما خاصني نقيها، ما كنبغيش نخلي الكوزينه موسخه اولا نخليها بيت الموان. انا من الناس اللي ما كنبيتش اختي الموان بلا غسيل، ما كنحملش نخلي البوطه موسخه، ما كنحملش نخلي الكوزينه مجرتله، ما كنحملش يا اختي ندخل الكوزينه ونتلاقاها موسخه. وبالخصوص نوض مع الصباح مثلا بيت الموينات ديال العشاء ونوض مع الصباح ونصبح عليهم ناري كنصبح ما حاملاش ديك الكوزينه ندخليها. ايوا انت البنات بغيت نخمل الكوزينه هذه واحد اليومين تقريبا. كنت بان ليا واحد شي سرق زيت صغير، صافي غير شبان لي داك سرق زيت صغير. قلت راه واقيلا عندي سرق زيت في الكوزينه، ومنين جاني الله اعلم. انا حاجه وحده اللي كنقول انه فاش كنت في اكادير كان هذيك الدار كان فيها سراق الزيت، يمكن واش جبتو معايا ويمكن الله اعلم يلا بدا كيبان، ما عرفتش اختي، ولاني بدا كيبان ليا سراق الزيت كثير 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 في الكوزينه. البارح عاوتاني شنو درت، حتى كنت بقيت فايقه كنتفرج ضربات ديك الربعه ونطلع حيت سراق الزيت انا عارفه كيخرج بالليل. جيت نشعل الضو
كيبان لي ها هو سارح، بانوا لي تقريبا شي جوج وقت ما كيبان لي شي سراق الزيت صراحه كنقتلو. ولكن راه اعدى حاجه ما كنحملهاش هي سراق الزيت في الكوزينه. ما كنحملش اصلا سراق الزيت ولا الفيران ولا. انا سبحان الله منقيه كوزينتي، اقسم بالله الا كوزينتي نقيه لاقصى درجه. ولكن اختي منين جا الله اعلى واعلم، ما عرفتش اختي والله ما عرفت. دابا راه سخرت ماما، كنت بغيت نخرج انا ولكن راه كاين واحد البرد وواحد الضبابه، عرفتي راه هذا النهار هذا بارد 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 السم ديال البرد اللي كاين. هذاك الشيء باش ما خرجتش انا. ماما قالت لي بغيت كيعجبني هذا البرد هذا بغيت نخرج فيه. قلت لها صافي، كنت بغيت نخرج انا ونخلي ليها يانس. قالت لي لا غير جلسي انت مع ولدك، انايا خليني انا بغيت نخرج زعما يضرب فيا شويه البرد. ايوا خرجت تمشي تشري لي واحد البوماده. بالنسبه لهذيك البوماده انا بصراحه ما كنتش عارفه طريقه الاستعمال ديالها، واني فاش دخلت كنقلب في اليوتيوب قالوا لي بانك حتى تخملي الكوزينه نيس كامله. هذيك البوماده ديال زينتيك راه معروفه، قالوا لي حتى تخملي الكوزينه ونقيها عاد ديري البوماده. انا كنت قلت زعما واش غادي ندير البوماده ونخليها مثلا هكا واحد النهار ولا يومين وعاد نبدا نخمل. قال لك لا لا لا، هاد شدي ديك البوماده هادي دوزيها على الكوزينه كامله، تخملي الكوزينه كامله عاد ديري البوماده على الجنابات، على البلايص اللي كيتجمع فيها سراق الزيت بحال هكذا. انا في داك الجناب ديال الالومنيوم ولا في المجوره ولا هكذا في غير الجنابات. الاغلبيه سراق الزيتات راه كيمشيو غير للجنابات. وما عنديش انا حتى الحفاري اللي نقول زعما مثلا هكذا الحفاري تخشوا في حفره ولا شي حاجه، ما كاينينش. انا راه في البلاكارات لداخل وكاينجليش، ما كاينش فين يتجمع. ولكن هادشي بقيت لحد ديال حايره منين جاني وانا ما كنحملوش. عرفتي ما كنحملش البنات انا سراق الزيت يكون في الدار. راه قمه ديال بحال تقول هذه شي وحده ما كتكبش الماء في كوزينتها. وانا راه ما كاينش شي نهار اللي ما سيقش، ما كاينش شي نهار اللي ما ندير والو ضروري جفاف، ضروري ندوز واحد الجفيفه خفيفه على الكوزينه. وعندي اصلا فيها حاجه كاينه فيها القرقره، يعني يوميا خاصني نسيقها. وانا اختي منين جاني سراق الزيت الله اعلم، ما عرفتش والله ما عرفت. ما كنحملو ما كنقبلو ما كنقد عليه في الدار. اختي راه الكبير كتقولي كتقتليه صافي ما كاينش. اما داك الصغير راه قال لك كل سراق الزيته وحده كتولد لك اختي 99. يا اختي بقيتي تابعه انت ديك 99 كي درتي راه تولي عندك الزريبه ديال سراق الزيت تما. المهم مشيت سخر دابا الوالده باش غادي نخمم ان شاء الله الكوزينه. ولكن قبل خملت بيتي، غادي نتقاسم معكم بيتي يا البنات. ضربت عليه الصراحه بواحد السيقه فاعله تاركه ديال القلب. ايوا هانتوما البنات كيف ما قلت لكم بديت اول حاجه بيت النعاس. هادشي كامل البنات مسحت الغبابر، مسحت الدنيا كامله البنات. راه كنت درت واحد الكوفر اللي اخر كيصحاب هو صافي سخن الحال. ايوا اختي فجاه تسلط واحد البرد ما نقولش لكم. صافي اختي رجعت فرشت هذا البنات. راه باقي عندي نقي باقي جديد. هذا الكوفر اللي مفرشه تقريبا واحد التفريشه ما فايتهاش فيه، باقي جديد البنات. يلا عاود درتو دابا صافي. درت مع ديك المخيطه باقي ان شاء الله كنتسنى يوصلوني المخيطات ديال ناموسيه، حيت كومونديت عليهم من واحد لاباج وكومونديت عليهم الصراحه لقيتهم بثمن اللي ناقص. انا كنت عارفه دوك المخيطات المهم كيتباعوا 4 ديال البياسات، كيكونوا دوك المخدات على شكل عوينات هكذا، كيكون داك الفيم وكيكون هنايا في هذه البلاصه هذه بالضبط كتكون واحد الزريبيه. المهم البنات كومونديت عليهم لقيتهم 150 درهم، في حين انهم كيديروا 300. فاش يلاه بانوا شويه اختي ولاو كيديروا ب 200 درهم. دابا 250 مؤخرا كنت 250 ودابا كومونديت عليهم قالوا ولاو كيديروا ب 150 درهم. المهم كومونديت عليهم باش يوصلوني، باقي ما وصلونيش باقي كنتسنى. ايوا اختي هانتوما كتشوفوا انا راه باقا من الناس اللي اختي بالليل خاصني ضروري نبيت البيل شائل. اختي ما عرفتش خاصني نضربني الفيقه بالليل ونشوف ولدي ضروري تنطلع لي. بعض الخطرات اختي ما عرفتش واش غير انا ولا كاع الامهات. قولي اختي واش دايرين بحالي؟ ما عرفتش اختي. انا بالليل خاصني نوض ونقلب ولدي نوصل حدا نيف ونشي مشكل يتنفس. واختي الهبال والله الا الهبال. ما عرفتش اختي منين جات التسطيع هذه. واش كيكون عندك واحد راه كيكون عزيز وغالي. الله يحفظ لكم حتى نتوما وليداتكم الله يخليهم لكم يا ربي. المهم البنات كيف ما قلت لكم هنا صافي مسحت كلشي ونقيته نضيته. المهم هنا بيت الناس ديالي راه كيشعل ما فيش اختي غرام ديال الغبره. وكنقلب تصوروا البنات راني كنخمل وكنقلب لكم حتى سرق الزيت وصل هنا. صراحه ما كاينش سرق الزيت نهائيا في هذا البيت. انا البنات عاوتاني مسحت كلشي. هذا الشيء مسحت اختي من كلشي من الغبره كلشي نقيته. هنا راه كلشي اختي كيشعل ما كاين حتى شي حاجه ديال الغبره نهائيا. هنا عاوتاني مسحت هذا الشيء كامل. هنا طويت الجبادور ديال يانس بغيت نردها زعما منين جبدها حتى ان شاء الله تكون شي مناسبه واحده اخرى ولا شي حاجه عاد نلبسها ليه. مسحت عاوتاني كلشي هذا الشيء والغبابر اللي كانت ما عرفت اختي الغبره منين كتدخل الله اعلم. واش الشرجم انا دايره لي واحد المنديل من على برا وزعما الخاميه ما قلتش زعما واش كيدخل الغبره.
ما عرفت صراحه منين كتجي. المهم البنات راه هادشي كامل مسحتو. انا شي لعاب ديال يانيس ما كيلعبش بهم، يلاه غنجبد لي داك العود ديالو الصراحه كيعجبو، علقتو تما داك النهار غير باش ما يفزقش ليا بالما حيت كنت كنسيق في المرح. ايوا هذا مكان البنات. مهم راه الدنيا نقيه. هذاك فيتا هذا فاق ليا من النعاس. يانيس شوف يانيس، نبدلو حوايج نبدل حوايج نبدل حوايج. انا ولدي البنات كيحمق على الخروج وكيموت على شي حاجه سميتها الخروج، كيموت عليه ما عرفتش علاش اختي. غير كنخرج برا يبقى يضحك ويفوج وعزيز عليه الزنقه. وانا البنات دابا اختي راه بارد الحال هذا النهار ما هادش نقدر نخرجو. يانيس نمشيو برا مامي، نجي خرجوا يا حبيبه. حبيبك بيدي مامي نخرجوا انا ولدي، نخرجوا حبيبي نخرجوا. لا ما بغيتيش. اكبيدي صغير ولدي فريحتي. الله يحفظ لكم احسنتم وليداتكم يخليهم لكم يا ربي وتشوفوهم كيف ما بغيتو. اسنو اتاته ميمه. يا اختي الحاجه اللي كنا كنديروها في ساعه مشات. ديك الايامات اختي اللي كنا نهزوا الدار ونخملوها كامله في نهار واحد. انا كنت اختي في نهار واحد كنرورك على الدار كامله يا اختي والله العظيم. دابا صافي والله العظيم غير باش ندخل دابا الكوزينه وقلت هذه نبدا فيها ان شاء الله شويه نخملها كامله بين ما غدا ان شاء الله عاد نبدا. اسكت هي نهضر انا سكت انت. الضحكات يحفظ لي الضحكات. بغيت زعما نبدا في الكوزينه نخملها وغدا ان شاء الله ندير البوماده. ساعه البنات فقتي اش نديرو دابا؟ نلعب ونبدلو حوايجنا. نبدل لي دابا ان شاء الله البنات وهذه نلعبوا اختي ياك نلعبوا. جاب لينا الله مع من نلعبوا ياك جاب لينا الله مع من نلعبوا. اويلي التقيسلات. حاجه واحده اخرى البنات بغيت نقول لكم انه ولدي تكلم مع جداه النهار ديال العيد. صراحه كانت مكالمه زوينه اللي فرح بها. فرحتي تكلمتي مع جدك حبيبي يا نيسي؟ تكلمتي مع ميمه؟ تكلمتي مع الميمه؟ صراحه فرح بزاف وحتى انا فرحت بديك المكالمه. يعني انا اصلا ما عمرها ما كانت جاتني شي ميساج زعما بغيت نشوف ولدي ولا بغيت نشوف حفيدي، وما عمري ما كنت ضد هذه المساله نهائيا. ما عمري ما كنت ضدها. كنقول هذاك كيف ما انا ولدي وعزيز عليا وعزيز على ماما وعزيز على عائلتي، حتى هما راه حفيدهم هذا وعزيز عليهم وهيبغيو يشوفوه وهيبغيو يطمنوا عليه. راه الكبده راه صعيبه البنات صراحه. وانا ما عمري ما كنت ضد هذه المساله وما عمري ما نكون ضدها نهائيا. في اي فرصه جات بغاو اي وقت بغاو يتواصلوا معاه بغاو يشوفوه، تكون شي مناسبه لبستو شي لبسه صورتو شي تصويره، ما عنديش مشكل اننا نصيفطها ليهم. الصراحه والله العظيم الا كانت مكالمه اللي زوينه فرحت بها انا وفرح بها حتى يانيس. شاف جداه وشاف عائلته. ما عنديش اصلا انا غرام ديال المشكل كيف ما قلت لكم. وتجيبهم الصدفه مرحبا بهم يجيو يشوفوه. تكون شي مناسبه مرحبا بهم بلا بالمناسبه ولا بلا مناسبه الصراحه يجيو عند حفيدهم ويشوفوه ويلعبوا معاه. وهذاك راه واحد الفرحه راه كتكون والله البنات نعيا نوصفها انا وصعيب. حنا بالعكس شوف حنا اللي كبار وفاش كنمشيو عند عائلاتنا وفاش كنمشيو عند الناس اللي عزاز علينا وكنبغيوهم راه كتكون واحد الفرحه الصراحه اللي زوينه وفنه وما عرفتش سبحان الله راه القلب ديالك كيرفرف وكتكون واحد الاحساس اللي زوين. عرفتك فاش كيكونوا هاد الشيء اختي اللي باقي صغيور، هاد الشيء اختي اللي الكبده شي حاجه اللي من دمك ولحمك راه صعيب الصراحه والله الا صعيب بزاف. انا ما عمري ما كنت ضد هذا انهم يتواصلوا معاه وانهم يشوفوه. حاجه اللي كنت تكلمت عليها انني ما كانش نهائيا ما عمره ما كان اتصال. ما عمر لا الصراحه اللي معني بالامر كاع اكثر ما عمره ما سول في ولده. ما عمره ما قال لي لا كي داير لا ما كي داير لا حتى شي حاجه. هذاك الشيء باش انا قلت نهار تخرج المحكمه وتقول المحكمه الراي ديالها في اي حاجه انا اختي ما عنديش مشكل. اما عائلته راه بطبيعه الحال على الراس والعين. وحتى الاب ديالو راه تواصل معاه راه شافو في العيد. اتصلت به الوالده ديالي وراتو ولدي وشافو. مهم شي حاجه اللي زوينه يعني من حقه حتى هو يشوف ولده. ما يمكنش اصلا. صعيب انك تحرمي شي حد من ولده ولا من كبدته. هذاك باه
نهار غادي يكبر وغادي يولي كيعرف راه غادي يمشي عنده. انا ما عنديش اشكال فاش يكبر ويكون عارف كلشي يمشي عند باه دبر راسو. ديك الساعه راه عارف ياك. هي هذاك الكميشه هذاك الفريحه هي. المهم البنات ما يمكنش اصلا وصعيب كيف ما قلت لكم انك تفرقي اب على ولده اولا تفرقي عائله على ولدهم. هذا كيف ما انا عزيز عليا راه عزيز عليهم حتى هما. مهم الله يخليهم، الله يخلي هاد اللمه هكذا تبقى. من الاحسن انها تبقى بحال هكذا على قبل هاد الوليد هذا باش يكون حتى هو كيعرف عائلته. انا ما عمري اقسم بالله وربي شهد عليا انني زعما نحاول انني ندخل لولدي واخا هو باقي ما كيعرف حتى شي حاجه، ولني زعما نتكلم على شي حد بطريقه خايبه ولا قدامه بالخصوص اولا نعاير شي حد ولا نقول عليه شي حاجه. هذه ما عمرها ما كانت وما عمرها ما غادي تكون. هذوك مشاكل كيبقاو بيناتنا. ولدي ما عنده حتى شي ذنب. هي تنهضر انا نقول لهم انت داكشي اللي باغي تقول صافي. زعما تكون نرسخ لولدي واحد الصوره اللي ما هياش في الدماغ ديالو لا على الاب ديالو لا على عائله الاب ديالو. هذه راه ما كايناش وما عمرها ما غادي تكون. نهار هادي يعرف راه هو غادي يهز الساكو ويمشي عند مول راسو. ياك يا نيس ياك تمشي عند ميمه. دوي قول يلا هضر دابا. يلا قول لهم نتايا، قول لهم شي حاجه. قول يا نيس قول شي حاجه ميمه. قول ليها قول قول الله يحفظ لكم حتى نتوما وليداتكم، والله يخليهم لكم يا ربي، وتشوفوهم حتى نتوما كيف ما بغيتوا يا ربي، وتفرحوا بهم كيف ما بغيتوا، وربي يرزق كل محرومه يا ربي هاد الفرحه هادي. راه الصراحه الوليدات راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، كيدخلوا واحد البهجه للدار، كيدخلوا واحد الفرحه، كيعمروا واحد الفراغ اللي صعيب صراحه. انا العام فايت بحال هاد الوقيته هادي راه ما عرفتش بحال هاد الوقيته بالضبط كنت وحمت على السويهله وباقا كنعقل، وقلت للراجل اختي قلت ليه جيب لي السويهله، ومشى مسكين كيقلب في الحوانت باش يجيبها لي. وشوف اختي راني باقا عندي الذاكره قويه. ايوا الصراحه شوف العام فايت كنتي بكريسه، هاد العام معايا ياك حبيبي ياك ميما. المهم البنات حتى لهنا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ما تنساونيش اختي من اللايكات ديالكم والدعم ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم، وبسلامه عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.